بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الكريم المبارك نلتقي مع حضراتكم في هذا العام الكريم إن شاء الله وبفضله تعالى في شكل جديد، في شكل سهرات أسبوعية مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. ونبدأ مع فضيلتكم بتهنئة مشاهدينا الكرام بشهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وأرسل بتهنئتي إلى العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه بمناسبة هذا الشهر الكريم، وأتقدم بالتهنئة الخالصة والخاصة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة مصر ومؤسسات مصر وشعب مصر العظيم، وإلى عالمنا العربي والإسلامي ملوكا ورؤساء وأمراء وسلاطين، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها وعلى العالم بالمزيد من السلام والأمن والأمان واليمن والخير والبركات. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فضيلة الإمام، كما أشرنا لمشاهدينا الكرام، هذا العام نأتي إليهم في شكل مختلف، في شكل سهرات أسبوعية. وفي أول سهرة أردنا مع فضيلتكم أن نلقي الضوء على أنشطة الأزهر الشريف الخارجية، ونبدأ مع فضيلتكم بأهمية التواصل بين الأزهر الشريف ومؤسساته المختلفة والعالم الخارجي. من أين تأتي أهمية هذه الزيارات؟ التواصل بين مؤسسة الأزهر الشريف وبين العالم الخارجي هو أمر ليس بجديد. نعم. هو أمر مطبق بالفعل، ولكن قد يكون في صورة غير ملاحظة أو غير مباشرة على الصعيد الدولي أو على الصعيد يعني لا ترصده السياسة العالمية بسهولة، لأنه يتمثل أولا في هذا الكم الهائل الذي يأتي هنا من مختلف بلدان العالم من الطلاب والطالبات ليدرسوا الإسلام هنا أو ليدرسوا علوم الدين والآن علوم الدنيا في الأزهر الشريف. يعني عندنا ما يقرب من 40,000 طالب وطالبة من أكثر من 106 دولة. نعم. حضرتك لك أن تتخيل هذا أو تتصور هذا الكم الهائل، وأن كل واحد أو طالب أو طالبة من هؤلاء يرجعون على عقولهم وقلوبهم بصمات الأزهر الشريف، يعني بصمات المنهج الأزهري الذي هو يمثل الإسلام كما أنزله الله سبحانه وتعالى وكما بلغه محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا تتمثل ارتباطات الأزهر بالعالم الخارجي في الوفود من أبنائه من المدرسين أو من الوعاظ التي تذهب إلى تدريس اللغة العربية وتدريس العلوم الإسلامية وإلى الدعوة الإسلامية في أفريقيا وفي آسيا وفي أفريقيا على وجه الخصوص. فعندنا أيضا عدد هائل من المدرسين يذهبون ليدرسوا علوم الأزهر على نفقة الأزهر وليس على نفقة الدول التي يعملون فيها، وهذا أمر ضخم وتقوم به مصر مشكورة ومقدرة من المخصصات المالية للأزهر الشريف. المخصصات المالية من المال، من مال مصر الخاص. نعم. أولا الوافدين الذين يأتون هنا نعم. ويدرسون في الدراسات الكليات الإسلامية يدرسون مجانا، حتى لو كان هذا الطالب أو الطالبة قادما من أغنى الدول. عندنا طلاب من أمريكا ومن أوروبا ومن دول الخليج والدول البترولية سواء في آسيا إلى آخره، يأتون ويدرسون في أصول الدين واللغة العربية والشريعة والدراسات والدعوة، يدرسون مجانا. نعم. مجانا. منهم قسم كبير أيضا يستضاف في مدينة البعوث، اللي هو يعني جاي على منحة، لأن الأزهر يقدم منح كبيرة كثيرة جدا
للوافدين. يعني فضيلة الإمام، الطالب يقيم ويدرس بدون يقيم أي مقابل على نفقة الأزهر على الشريف. ويأخذ 500 جنيه في الشهر. نعم. ده اللي هو الممنوح اللي عنده منحة. نعم. إذا سكن في المدينة الجامعية ندي له. أحيانا يكون الطالب يفضل أن يسكن خارج المدينة، قد يكون متزوجا. نعم. فنحن أيضا نلاحظ هذا ونرفع المنحة إلى 650 جنيه. نعم. كل ده من أموال مصر، وأنا أعتبر هذا، وطبعا يعني ليس هذا من قبيل الفخر ولا من قبيل يعني لا نمن به على أحد. طبعا لا نمن به، ولكن هذا دور لا تقوم به دولة في العالم إلا مصر. نعم. ومن قديم، الكلام ده مش النهاردة ولا امبارح، ولا الكلام ده من أول ما أنشأت الأزهر وأروقة الأزهر، ومصر هي التي كانت تقوم بدفع الجراية للطلاب إلى الآن. يعني تطورت الأمور. نعم. فأصبحت مصر هي التي تقوم بهذا الواجب وهذا العبء. وهذا الواجب للأسف الشديد لا تلقى عليه الأضواء أو لا يعرفه الناس. ما يعرفه الناس ربما صورة مغلوطة تماما، أن الأزهر تنهال عليه التبرعات من الخارج وتأتيه الأموال بالملايين والمليارات من الخارج. طبعا ده للأسف الشديد هذه الصورة كانت حتى عند بعض كبار المسؤولين. يعني حين طلبت أنا، حين كنت رئيسا لجامعة الأزهر، بأن ترفع ميزانية جامعة الأزهر حتى إلى مستوى جامعة القاهرة أو مستوى جامعة عين شمس، رغم أن جامعة الأزهر ضعف في طلابها وفي كلياتها، ضعف جامعة القاهرة وضعف جامعة، لكن يعني لسبب أو لآخر كان هناك يعني فارق في الميزانية. طبعا فارق بالسلب بالنسبة لجامعة الأزهر. فحين طالبت رسميا قيل لي أنكم أنتم بتتلقوا تبرعات، وهذا كلام عجيب. يعني لا، الأزهر لا يتلقى تبرعات. يعني لا توجد دولة مثلا تتبرع إلا، اللهم إلا مؤخرا، هذه التبرعات في صورة منشآت للأزهر. نعم. يعني ليست أموال. وإلا لو احنا بتجينا مليارات ما كنا قدرنا عملنا قناة الأزهر اللي احنا يعني متوقفين فيها من أكثر من سنة. نعم. لكن يعني وهنا أوجه الشكر يعني للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومن قبله المغفور له والمرحوم الملك عبد الله، وأيضا لقادة الإمارات الشيخ خليفة والشيخ محمد والشيخ عبد الله. حقيقة هؤلاء الناس مؤخرا التفتوا إلى أهمية الأزهر، وأن مصر وحدها هي التي تقوم بهذا العبء. نعم. فقدموا يعني حين سألوني قلت احنا لا نحتاج أموال بقدر ما نحتاج مؤسسات أزهرية مناسبة. نعم. تمثل هذا أولا في إعادة ترميم الأزهر الشريف، وإعادة ترميم مشيخة الأزهر القديمة، وهو مبنى أثري تكفلت أيضا المملكة العربية السعودية وبمال خاص من، كما قلنا، من الملك المغفور له والملك سلمان. أيضا المملكة تقوم ببناء مدينة بعوث للطلاب الوافدين تتسع ل40,000 طالب وطالبة، وده في التجمع. وبدأت بالفعل هذه المدينة مدينة كاملة، يعني بها كما قلت لك تتسع ل40,000 طالب وطالبة، فيها قسم البنات وقسم للبنين. فيها أيضا كلية العلوم الأزهرية للوافدين أو كلية الوافدين، ستقام الكلية في نفس هذا المعسكر، إضافة إلى ملحقات هذا التجمع من ملاعب ونوادي ومنشآت خدمية ومساجد، بحيث أن الطالب الوافد يأتي من المطار إلى هذه المدينة ويبقى فيها إلى أن يتخرج. هذا أيضا يعني تقوم به المملكة. الإمارات طبعا قدمت مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للأجانب، لأن الوافدين يأتون طبعا من بلادهم لغتهم العربية لا تسعفهم
أو لا تؤهلهم لأن يدخلوا إلى كلياتنا الأصيلة دي مباشرة، ويحتاجون إلى تأهيل لغوي في اللغة العربية حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع النصوص القديمة. هذا المعهد فعلا أنشئ من مؤسسة الشيخ زايد، ويعمل الآن من أكثر من 5 سنوات. وأيضا هناك كليات عديدة جدا تبنيها الإمارات. هناك أيضا المكتبة الجديدة التي تقوم بها أو يعني تتكفل ببنائها دولة الإمارات، وهي مكتبة على أحدث النظم وعلى مستوى مكتبات العالم، الجامعات العالمية، أوكسفورد، يعني الجامعات الأمريكية، الجامعات الفرنسية، على مستوى ضخم جدا. قدمت الأزهر الأرض هنا قريبا من مبنى المشيخة، وبدأ فيها العمل، إضافة إلى كليات في الفروع والأقاليم، بأقصر مثلا، في سوهاج، في أسيوط، إضافة إلى يعني إدارة مستشفى الجديد للأزهر، ومستشفى التخصصي، وحقيقة مستشفى جديد ومستشفى ينتظر أن يكون مستشفى عالميا تديره الإمارات الآن لمدة 2 مجانا. يعني هم يستخدمون لها شركات متخصصة، وفي السنتين يتم تدريب طاقم معين، بحيث أنه بعد ما يمشوا بعد يتولى الإدارة، يبقى نحافظ على كل هذه. الذي لا يعني أريد أن أركز عليه وأن يعلمه الناس، لأن هناك طبعا كارهين للأزهر يقولون أن الأزهر يتلقى المليارات وكذا. الأزهر كل هذه المشاريع التي أشرت إليها والتي تتفضل بها الدول الشقيقة، السعودية والإمارات على وجه الخصوص، وأيضا البحرين وعمان، هذه الأموال لا يدخل منها للأزهر قرش واحد. وكان هذا هو اتفاقي مع المسؤولين منذ البداية. أنتم لكم شركات، أنتم طبعا جهات عالمية وجهات كبير يعني لها شركاتها العالمية، فأنتم لكم شركاتكم العالمية تتفضل تبني، احنا بنقول عايزين ايه، وفي الآخر تسلمونا المفتاح والمبنى مؤسس والأزهر يضع يده عليه. لم نسمح للأزهر لا مراكز هندسية ولا حسابات ولا شؤون قانونية ولا على الإطلاق بأن يتسلم مليم واحد. كان مرة كمان ماليزيا، لا آسف، إندونيسيا، أرادت أن تبني مبنى سكن طلابي في الجامعة، نصفه للإندونيسيين ونصفه فكانوا جابوا هنا شيك، فأنا الشيك أرسلته مع السفير مرة أخرى، قلت له ده أنتوا تبنوا وإحنا نفتتح، إنما لأني أنا لا أريد المتاهات التي نقرأ يعني ونسمع عنها كل يوم. أولا أنا يعني كنت حريص على أن أصحاب هؤلاء المشاريع في تكرمهم ولفتاتهم الكريمة نحو الأزهر أن يثقوا ويطمئنوا إلى أن أموالهم تذهب إلى هذا المشروع كاملة. والأزهر أنا لو سألتني الميزانية دي أنا لا أعرف شيئا عنها. ثانيا أيضا أردت أن أعفي نفسي من تبعات الإشراف على مسجد. يعني أنا وأجهزتي الإدارية والهندسية والاستشارية أردت أن أعفي نفسي من التحمل هذا العبء، ربما يعني لا نستطيع أن نقوم به كاملا. فالحمد لله، والعمل الآن يعني كل 2-3 يأتيني تقرير عن أن المباني دي وصلت إلى كذا فقط. فضيلة الإمام، كانت هذه النقطة في غاية الأهمية لتوضيحها لمشاهدينا الكرام. فاصل قصير ونعود لنستكمل مع فضيلتكم برنامج الزيارات الخارجية الأخيرة.
فضيلة الإمام، الزيارات الخارجية مؤخرا ألقي الضوء عليها كثيرا في وسائل الإعلام العالمية، ولكن نبدأ مع فضيلتكم بزيارة في غاية الأهمية، وهي زيارة نيجيريا، خاصة وأن نيجيريا هي موطن لأحد أشد الجماعات التكفيرية خطرا في إفريقيا، وهي بوكو حرام. لماذا إصرار فضيلتكم على الذهاب هناك رغم المخاطر؟ نعم، في حديثي قبل الفاصل أردت أن أبين لك أن الأزهر هو قائم بالفعل ومنتشر في العالم عبر مدرسيه وعبر الطلاب الذين يعلمون هنا. نعم. منذ البداية هناك خطة أن يتجول الأزهر أو مؤسسة الأزهر، يعني شيخ الأزهر ومعه مجموعة من العلماء الأزهر في أفريقيا لدعم المسلمين، لإزالة المشكلات، لمحاولة إطفاء الحرائق، التقريب بين المسلمين وغيرهم، لأن هذه هي رسالة الأزهر. نعم. وكما أعلنا عنها منذ البداية أن السلام المحلي والإقليمي والعالمي دي رسالة الأزهر رقم 1. وأعتقد أنه مشى في ذلك خطوات قدر إمكانه طبعا. نعم. لأنه يعني الأزهر ليس في يده عصا سحرية سوف يحل بها مشاكل العالم ولا مشاكل المسلمين، ولكن يقوم بما يعني يستطيع وأمره إلى الله بعد ذلك يعني. فكان هناك بعض يعني تفكير في أن نتوجه إلى بعض الدول، ولكن الظروف لم تكن مواتية. ذهبنا وهي رحلة أولى طبعا، سوف تعقبها رحلات إلى أفريقيا إن شاء الله، إلى نيجيريا، لأن نيجيريا طبعا بلد كبير جدا، بلد يمثل مركز ثقل في أفريقيا، إضافة إلى أنه يعاني معاناة شديدة من حركات تقتل الناس باسم الإسلام. طبعا ذهبنا هناك وألقينا كلمة في جامعة مشهورة هناك، وكان فيها المسلمين وغير المسلمين من الكاثوليك وحتى من الذين لا يدينون بالأديان، وكانت الكلمة تدور حول الأخوة الإنسانية أو الزمالة العالمية. ده من ناحية. من ناحية ثانية أيضا ما لمسناه هناك من فرقة المذاهب واختلاف المذاهب، وهي الآفة التي يعني تستعلن داخل المجتمع الإسلامي نفسه، المجتمع الإسلامي نفسه، وتمزق وتضعف المسلمين، وأنه لا يقدم الإسلام هناك على أنه يعني دين يسع المسلمين جميعا، ولكن يقدم هناك للأسف الشديد كل طائفة وكل يعني توجه إسلامي معين يذهب إلى نيجيريا للتبشير وأنا مش عايز أقول كلمة التبشير دي، وإنما لمحاولة جذب أتباع قدر الإمكان لمذهبه ويحذرهم من المذهب الإسلامي الآخر أو من الطائفة الإسلامية الأخرى، وهذا عيب وهذا بلاء. فكان جزء من المحاضرات يركز على أن يعني هذا الاختلاف لا ينبغي ولا يصح أبدا أن يظهر المسلمين هناك وكأن كل فرقة ضد الفرقة الأخرى. ذهبنا أيضا إلى إلى مخيم فيه اللاجئين الفارين من الحركات المسلحة الموجودة هناك، وفعلا كان بالنسبة لي يعني منظر أو لحظات لا يمكن أن تنسى أبدا. يعني من البؤس ومن الهوان. هذا المعسكر في 2650 أو 60 امرأة على رجل على أطفال على أيتام من المسلمين ومن المسيحيين الذين فروا من العذاب الذي يعني تقوم به جماعة باسم الإسلام، هذا الدين الحنيف الرقيق الذي بعث نبيه للرحمة بالإنسان وبالحيوان وبالنبات وحتى بالجماد. فهالنا يعني ما يعانيه الناس هناك. وجدنا أيتام لا يعرفون لهم آباء ولا أمهات لأنهم فروا، وآبائهم فروا في اتجاه، والولاد مع ناس ثانيين فروا في الاتجاه.
طبعا لا أستطيع أن أصف حالة البؤس الشديد الذي يعيش فيه هؤلاء، ومع ذلك هناك يعني حتى الخيام ليست خيام تحميهم من الشمس أو من الحر أو هو يعني عروق خشب كده، ثم أوراق ورق من أوراق الشجر. يعني لا ورق من الأوراق دي نعم. اللي يلموها عشان بس يعني والمدرسة عبارة عن فصل، والذي تحدث معنا رجل أستاذ رياضيات، لكن يعني آل به الحال إلى بؤس شديد. فطبعا أنا من هناك يعني ناديت وقلت يعني أين العالم، يعني أين ضمير العالم، أين الأمم المتحدة؟ وحتى قلت أين منظماتنا، أين جامعة الدول العربية، أين رابطة العالم الإسلامي، أين منظمة التعاون الإسلامي؟ طبعا بيبعثوا لي يقول احنا أرسلنا، لكن حقيقة بل أين يعني الأثرياء نيجيريا أنفسهم؟ لأن ده في قلب العاصمة في أبوجا، أو يعني في أطراف العاصمة. فضيلة الإمام عفوا للمقاطعة، ولكن الأزهر الشريف في هذه الحالة تحديدا لم يكتفي بالنداءات فقط، يعني هناك قافلة أرسلت إلى هذا المعسكر وإلى غيره من المعسكرات. نعم، من الأزهر الشريف. احنا يعني تحدثنا مع قائد المعسكر وقال أنا احتياجاتي 1 2 3. نعم. جئنا هنا لم يمر أسبوع حتى كانت القافلة فيها أطباء، فيها أغذية، فيها أدوية. وأنا أتمنى من القادرين هنا ومن الشركات القادرة أن تمد الأزهر بالأغذية وبالأدوية وبالمساعدات، وأن الأزهر هناك سوف يرسل قافلة سريعة إن شاء الله إلى هذا البلد إن شاء الله، لأن به أكثر من مخيم، هو ليس مخيم أبوجا بس. نعم. لأن المشرف على القافلة قال لي أنهم ذهبوا إلى حوالي 60 كيلو أو 70 كيلو أيضا، وقال لي المخيم الذي رأيته يعتبر 5 نجوم بالنسبة لما لاحظوا، شيء يعني محزن ومؤلم. فضيلة الإمام، ننتقل من زيارة نيجيريا إلى زيارة أخرى في غاية الأهمية، وهي زيارة الفاتيكان. فبعد أن كان هناك تجميد للعلاقات نظرا للإساءة التي تمت من البابا السابق، بادر الأزهر الشريف بإعادة إطلاق مبادرة الحوار بين الأديان بزيارة الفاتيكان. نرجو من فضيلاتكم يعني هو كما يعني تفضلت حضرتك، ربما أعفيتني من الحديث عن سبب القضيعة. احنا توجد أصلا لجنة حوار بين الأزهر وبين الفاتيكان، وده من قديم يعني. نعم. ولكن توقفت أو أوقفنا هذه اللجنة بعد أن حاولنا أن نصحح الإساءات التي صدرت من هذه المؤسسة الدينية الكبرى في العالم بالنسبة للإسلام، بالنسبة للمسلمين، بالنسبة لاتهام حتى اتهام مصر باضطهاد المسيحيين. وطبعا كل هذه يعني فاضطررنا إلى أن نجمد هذه اللجنة، أعمال هذه اللجنة، وهي لجنة الحوار بين الأزهر وبين الفاتيكان. نعم. لكن تغيرت الأمور من حسن حظنا وحظ الجميع، تغيرت الأمور وأصبح على رأس هذه المؤسسة بابا رجل يعني رجل ليس قادما من المستويات المرفهة، ولا إنما هو قادم من أعماق الناس ومن غمار الناس، ويتميز بالزهد، وقرأت عنه يعني كثيرا. يتميز بانشغاله المطلق بقضايا الإنسانية، بقضايا الإنسان، الفقر، الجهل، المرض. أيضا يتميز باحترام الأديان الأخرى واحترام المقدسات الناس. فطبعا يعني لم يعد هناك مبرر لأن يستمر الأزهر في هذه المقاطعة. نحن لم نقاطع من أجل المقاطعة، نحن حريصين على أن تلعب الأديان ومؤسسات الأديان الكبرى، لا أقول تلعب ولكن تقوم بدور يناسب رسالة الأديان للعالم. وخاصة أن العالم الآن يعني أصبح يعاني من أزمة أخلاقية وأزمة إنسانية يعني خانقة للإنسان أينما كان.
فنعتقد نحن في المؤسسات الدينية أن ربما تستطيع هذه المؤسسات أن تخفف من معاناة الإنسان شرقا أو الشرقي أو الغربي، ومعاناة الحضارات الحديثة من هذه الاختناقات. من أجل ذلك قررنا أن تعود هذه اللجنة، ورحب الفاتيكان ويعني قدم الكثير في هذا المشوار، وفعلا ذهبنا إلى لمقابلة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وكانت والحمد لله زيارة ناجحة نتج عنها عودة أعمال اللجنة الحوار، نتج عنها أيضا التفكير الآن ودراسة مؤتمر عالمي للسلام يكون بالاشتراك بين الفاتيكان والأزهر ومجلس حكماء المسلمين. نعم. شكرا فضيلة الإمام على وقتكم الكريم. مشاهدينا الكرام، في الأسبوع القادم إن شاء الله نلقي الضوء على زيارة فرنسا، في انتظار أي أسئلة أو استفسارات على بريد البرنامج. شكرا وإلى لقاء قادم بإذن الله.